في يوم عادي في المدينة على قهوة همبرج السعيدة شاب قاعد مستني رزقه. ولا زمانه غالي الحجرين بالله عليك. عيوني يا معلم. متغير القناة وتوري الدنيا دي دلوقتي فيها ايه؟ ومعانا مكالمة هاتفية على التليفون مع الفنان القدير عادل إمام، ونقول ألو. الو يا عمور، عامل ايه؟ أستاذ عادل، ممكن تعرفنا ليه أكرمتنا إحنا والضيوف بالمكالمة الهاتفية ديت؟ انا كنت متشيك ونازل قابل لبلبه ورجعت لقيت نفسي اتسرقت. اصابتي العين الحمرا سرقتني يا عمور. انا اتسرقت. يا خبر ايه العمل؟ ما ينفعش افضل قاعد كده، لازم اعمل حاجة. اللي قال له الفحم ناوي يولع بقى النهارده. بس انا ما ينفعش اروح لهم كده، بس برضه لازم اتحرك بسرعة والحق المدينة قبل ما تخرب. أهلا بيك يا فندم، تطلب إيه معانا حضرتك النهاردة؟ ياه، اخر مرة اسمع السؤال ده كان في حصة العلوم مع استاذ سامي. ياه يا استاذ سامي. الإنسان الطبيعي بيحتاج من 2000 ل 2500 سعر حراري كمتوسط في اليوم، والإنسان الرياضي بيحتاج من 3000 ل 4000 سعر حراري في اليوم. يا أستاذ يعني إيه كالوري؟ يا دي نيلة السودا، إيه؟ انتوا بيعلموكم ايه؟ إيه؟ في إيه؟ يعني ايه طالب مش فاهم يعني ايه كالوري؟ يا أستاذ إحنا لسه مش مبرر. دي الطاقة اللي الجسم بيحرقها عشان يتحرك، زي البنزين بالنسبة للعربية، والطبيعي البنزين ده ليه وزن وبيتخزن جوه تانك العربية، كل ما العربية تتحرك أكتر وأشياء كل ما تستهلك بنزين أكتر. نفس الحكاية للإنسان، عشان يعمل حركة محتاج ياكل أكل عشان ياخد منه طاقة. لو الإنسان أكل أقل من الطاقة دي وزنه هيقل ويعشعش. ليه؟ عشان هو بيبتدي ياخد الطاقة دي من نفسه، بيبتدي يحرق من الطاقة اللي مخزنها في وزنه، ولو أكل أكتر منها الجسم هيخزنها عشان يستخدمها بعدين، ووزنه هيزيد وهيدهن شبه محسن كده. في إيه يا أستاذ؟ أنا عملت إيه؟ بس شفت، وده اللي يفسر ليه الإنسان رياضي بيحتاج ياكل أكل أكتر عشان بيعمل مجهود عالي وهو مفيش في جسمه مخزون دهون عالية. طب يا أستاذ هو ليه ما فيش مخزون دهون؟ سؤال غبي، عشان هو رياضي فمصدر الطاقة الوحيد له بعد كده هو عضلاته. ده حتى في رياضيين بيحتاجوا ياكلوا من 6000 ل 10000 كالوري، زي لعيبة السومو مثلا. ايوه يعني اكل ايه؟ ما تاكلش يا محسن، خش شوية او تبنى موضوع وادخل في اولمبياد السومو الجاية. أستاذ سامي إيه ومحسن مين دلوقتي يا فندم؟ لا مؤاخذة لا مؤاخذة. كان ايه علاقة ده اني اولع؟ عشان محتاج تعرف محتاج طاقة قد ايه عشان تولع. أستاذ سامي؟ لا مخك بس اخد صورة استاذ سامي عشان الذكريات. فاكرها ولا فكرك؟ لا فاكر خلاص. انا لازم دلوقتي ارفع حرارة جسمي من 37 ل 416 درجة مئوية، وحسب القانون الفيزيائي E equals C في M في دلتا تي. وزني 77 كيلو جرام، والدلتا تي ده فرق بين درجة حرارتي الأصلية والنهائية، يعني 379 درجة. والسي دي حاجة اسمها هي كباسيتي، ودي كمية الطاقة اللي محتاجها عشان أزود درجة حرارة كيلو من أي حاجة درجة واحدة مئوية، والقيمة بتاعتها بتختلف من مادة للتانية. تمام يا أستاذ. بما إن جسم الإنسان معظمه مية فهنستخدمه كمرجع، يعني الهيكا بس هي 1 كيلو كالوري لكل كيلو عشان يزيد درجة واحدة مئوية. استخدم كل المعلومات ديت يطلع لي 29183 كيلو كالوري. ده عشان بس تفتح الشغلانة يا حبيبي، بعد كده لازم تفضل مولع ولازم تفضل محافظ على الحرارة دي، وعشان تحافظ على حرارة أي حاجة لازم تحط طاقة، عشان أي جسم حرارته عالية بيخسر حرارته أصلا لوحده كده. يا أستاذ والله اتغيرت، أنا بقيت أحسن من كده. لا، والإثبات إنك نسيت أهم عالم في الليلة دي. مين العالم ده؟ أينشتاين، ابن سينا، باسكال، سيد محسن. أينشتاين. غلط، مفيش إجابة صح، الإجابة نيوتن. وهنا يجي نيوتن باشا يقول لنا إيه بتساوي ه في إيه، في افتح كوش تي سخنة ناقص تي ساقعة اقفل كوش. ده قانون فقدان الحرارة لأي جسم كل ثانية، وقيمتها بالجول. كل 4.2 جول بيساوي 1 كالوري، واتش بتساوي 0.182. وده كانت قد إيه المادة بتعرف توصل الحرارة، ودي مميزة لكل جسم. ومساحة الجسم 5 كيلو مربع ما اتغيرتش. لا أنا خسيت يا أستاذ. أنا مساحة جسمي دلوقتي 1.9 متر مربع. الفرق هو فرق بين درجة حرارة جسمي ودرجة حرارة الأوضة بتساوي 391 درجة. اضرب ده كله في الخلاط يطلع لك 135.2 جول.
أو 0.0 3-2 كيلو كالوري. كيلو كالوري بيخسرهم من الحرارة كل ثانية. بس استنى، اوعى تكون فاكر انت خلصت. انت الطاقة مش بتخسرها حرارة بس، انت كمان بتطلع فوتونات ونور وفرقعة وبيجروك لنا الدنيا. بس اللي بتخسرهم على شكل ضوء وفوتونات بيساوي 3227 كيلو كالوري في الثانية. يعني أنا فضلت مولع 10 دقايق، يعني 600 ثانية في 3227 هيساووا 1,936,277 كيلو كالوري. ده من الضوء بس. اخي، ايه كل ده؟ ده انت لو غلت بره مش هيكفي. تطلب ايه يا فندم؟ استني محتاج افكر. انا محتاج طاقه كتير في اقل عدد ممكن من السندوتشات، يعني محتاج العب على الدهون يا محسن. الدهون بتديني اكتر من ضعف الطاقه اللي بتطلع من الكربوهيدرات او البروتين. يعني معلقه الدهون الواحده فيها تقريبا 9 كيلو كالوري في الجرام، بينما البروتين والكربوهيدرات 4 بس. يعني لو لعبت على الدهون اكل اقل بس طاقه اكتر. لو قلنا سندوتشات زبدة فول سوداني ومربى عشان يبقى طاقة كتير وسريعة، والرغيف الواحد فيه 500 كيلو كالوري، يعني محتاج آكل 3930 رغيف. ايه ده؟ لمين الاكل تيك اواي؟ ايه يا فندم؟ تيك اواي بسرعة، استنى يا فندم. انا هطلع الحقهم. والعانة. أهلا ومرحبا بيك في مطعم أكلني شكرا. أنا اسمي جاسر فرج، بس أنت ممكن تناديني دستور. كل يوم بنقدم لأبطالنا أكل مميز بشغل عالي، وبنفتخر بكل حاجة بنعملها، وأنا متأكد إن أنت بعد ما تجرب أكلنا أنت مش هتعرف تسيبنا. بحب أفكر إن إحنا بنعمل تغيير في المجتمع. إحنا ممكن نبتدي إن إحنا نشرح لكم إزاي المطعم بتاعنا شغال. انا لسه واصل لي عاجل ان في حريقه في مبنى دار الايتام والمسنين اللي جنب مطعم اكلني شكرا. يعني انا عايز اعرف ايه السبب اللي يخلي حد يعمل كده في المكان زي ده. انت اللي عملت كده يا بابك. وانا كنت اعرف منين يا عتولة؟ مين؟ محسن. ايه ده؟ واستاذ ثاني؟ الله يحرقك يا مدهن زي ما حرقتني.